السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو سام. طبعا الناس اللي متابعة القناة وعارفة ان الفيديو الجاي بيكون عن ايه فهيستغربوا أول ما يشوفوا عنوان فيديو النهاردة. ليه يا وسام؟ مش احنا اتفقنا ان الفيديو بتاع النهاردة هيكون كشف عن جهاز العروسة؟ ليه بنتكلم النهاردة عن التشطيبات؟ عايزة اقول لكم بقى ان الكشف اللي فيه جهاز العروسة ده موجود في شقة بابا. شقة بابا دلوقتي بتتشطب، فتقريبا الشقة مقلوبة رأسا على عقب، فانا مش لاقيه الكشف بتاع الجهاز، فاضطرينا ان احنا نأجل الفيديو بتاع كشف الجهاز ده كمان كام يوم ان شاء الله لحد لما الصنايعية يحنوا علينا ويخلصوا الشقة. ومؤقتا هنعمل فيديو عن التشطيبات بما اننا في قلب الحدث وفي قلب المعمعة، فخليني اقول لكم عصارة الموضوع. وطبعا الموضوع برضو اكيد هيفيد العرايس جدا وهيفيد العرسان، اي حد هيكون في مرحلة تشطيب شقة او حاجة الموضوع النهاردة هيكون مفيد بالنسبة له جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو بقى خليني اسألكم سؤال كده، الناس اللي متابعة القناة مش ملاحظين اي حاجة مختلفة في القناة؟ حاجة زادت، حاجة قلت، حاجة ظهرت، حاجة كده حاجة كده؟ مفيش اي حاجة خالص؟ خمنوا كده واكتبوا لي في الكومنتات توقعتوا ايه. عموما في حاجه كويسه ان شاء الله وفي خبر كويس هقول لكم عنه في فيديو كمان كام يوم باذن الله. وزي الفيديو اللي فات ما زعلتكم وقعدت اشتكي لكم من الحاجات الوحشه، فخليني كمان اشارك معاكم الحاجات الكويسه، بس استنوا الفيديو خلال كام يوم باذن الله. اما دلوقتي فخليني بقى اديكم شويه نصايح كده ذهبيه فضيه برونزيه، كل الحاجات اللي خاصه بتشطيبات الشقق واللي هتخليكم فعلا تدعوا لي لو انتوا في مرحله تشطيب شقه. جهزوا ورقه وقلم بقى واكتبوا ورايا نقطه نقطه كده بالترتيب، واعملوا حسابكم ان الفيديو بتاع النهارده ممكن يكون طويل شويه لان بنتكلم فيه عن نصايح ولازم ندخل كده في بعض التفاصيل. فجهزوا بقى كوبايه شاي او كوبايه قهوه وورقه وقلم واكتبوا ورايا واحده واحده، وان شاء الله تطلعوا من الفيديو ده مستفادين جدا. واحد، مبدئيا كده لو احنا داخلين على مرحلة تشطيب شقة فلازم نكون عاملين خطة في دماغنا عن التشطيب، لازم يكون عندنا فكرة عن التشطيب ومراحل التشطيب بتكون عبارة عن ايه اللي بيبدأ الأول وايه اللي بعده وايه اللي بعده وهكذا. يعني مثلا لازم نكون عارفين ان الأول مثلا الشقة هتتبني، وبعد كده هنيجي هنعمل مواسير المية، وهيجي السباك يأسس السباكة، وهيجي الكهرباء يأسس الكهرباء، وبعدين مثلا هنمحر، وبعد كده هيجي بتاع النجارة، وبعدين النقاش، وهكذا. لازم نكون عارفين مرحلة مرحلة هيكون فيها ايه، ولازم يكون ده كله متخطط له قبل بداية التشطيب خالص. اتنين، والنقطة دي تقريبا أهم نقطة في كل مراحل التشطيب كلها وأكتر نقطة بيحصل فيها مشاكل، هي نقطة اختيار الصنايعية. لو احنا دلوقتي ناس معانا فلوس الحمد لله ومقتدرين ماديا، فالأحسن والأريح بالنسبة لنا إن احنا نتعاقد مع مهندس مسؤول عن تشطيبات أو شركة تشطيبات، وهنسيب الموضوع خالص ونقول لهم بس احنا عايزين نعمل ايه، ويفضل فيه متابعة كده كل فترة نروح نشوف الوضع وصل لإيه. اما لو الموضوع مش سامح ان احنا نتعاقد مع شركة تشطيبات فلازم نختار الصنايعية بمنتهى العناية. يعني موضوع الصنايعية يؤسفني ان انا اقول، وطبعا عارفة ان الناس كتير جدا هتزعل مني في الفيديو ده، بس يؤسفني ان انا اقول ان 90% من الصنايعية في مصر يعني اعوذ بالله، ناس منهم تلاقيهم ما بيتقوش الا في شغلهم، ناس تانية تلاقيهم مش ملتزمين في المواعيد بتاعتهم، ناس تالتة تلاقيهم بيضحكوا عليك في الخامات اللي انت بتشتريها وهكذا. فلازم نختار موضوع الصنايعية ده بعناية جدا، وطبعا موضوع الصنايعية موضوع كبير قوي ومتشعب، فلو انتم محتاجين ان احنا نتكلم عن الموضوع ده ونصايح ازاي نتجنب المشاكل بتاعة الصنايعية قولوا لي في الكومنتات برضو ونعمل عنه فيديو منفصل ان شاء الله. بس مبدئيا خليكم عارفين ان اختيار الصنايعية اهم حاجة واهم خطوة في كل مراحل التشطيب. طبعا مش عايزه حد يزعل مني، انتوا اكيد عارفين ان زي ما في ناس وحشه اكيد في ناس كويسه، لكن لما يكون الغالبيه العظمى كده فللاسف ان السيئه تعم. بس ده طبعا ما يمنعش ان في ناس محترمه جدا وبتتقل في شغلها جدا وكمان ملتزمين جدا بالمواعيد. 3، خلاص عرفنا ايه هي مراحل التشطيب وبعد كده اخترنا الصناعيه الكويسين، هنبدا بقى نعمل الخطوه الثالثه وهي ان احنا نشوف الشقه بتاعتنا مساحتها ايه، ونبدا ان احنا نعمل تصميم تخيلي كده للشقه، رسم كروكي كده للشقه وكل حاجه هتتحط فيها ايه وعايزين شكل الشقه يكون عامل ازاي. موضوع الرسم التخيلي ده لازم تشتركوا فيه الصنايعيه او الشركه بتاعه التشطيبات وهم هيفيدوكوا جدا بخبرتهم في الموضوع ده. بعض التأسيسات هتختلف تماما بناء على الرسم التخيلي بتاعكم للشقة. يعني مثلا في حاجات انت ممكن تكون عايزة تعمليها بس انت ما كنتش تعرفي ان لازم يتأسس لها قبل ما نعمل السيراميك وقبل ما نعمل النجارة والسباكة والحاجات دي كلها. فموضوع ان انت تعملي رسم تخيلي او رسم كروكي كده للشقة وايه هيتحط هنا وايه مكانه ايه وهكذا هيساعدك جدا وهيعرفك انت هتحتاجي ايه وهيعرفك التأسيس بتاعك هيمشي ازاي. 4، بعد ما خلاص عملنا رسم كروكي للشقة ووريناه للصنايعي أو لشركة التشطيبات وعرفنا احنا هنحتاج ايه أو هم هيطلبوا ايه، هنبدأ بقى في مرحلة اختيار الخامات أو اختيار المستلزمات اللي احنا هنشتريها، سواء سيراميك، مستلزمات الكهرباء، مستلزمات السباكة، الدهانات وهكذا، وكل حاجة دلوقتي هنتكلم فيها نقطة نقطة بالترتيب. أول حاجة من المستلزمات اللي محتاجين نشتريها ونركز فيها جدا وللغلطة فيها فعلا بتكلف كتير قوي هي السيراميك.
مبدئيا كده لو هنتكلم في موضوع السيراميك فلازم نختار نوع سيراميك كويس ونوع معروف ان هو كويس. بلاش الانواع اللي بتكون رخيصة حتى لو مزنوقين، بلاش الانواع اللي بتكون رخيصة عشان بعد كده السيراميك ده هيقب وهيتكسر وهيبوظ، ويعني هيبقى خلاص كل اللي احنا دفعناه اترمى في الارض وهنبتدي ان احنا نغير من اول وجديد. فاختاروا من الاول نوع سيراميك كويس. تاني حاجة بالنسبة للسيراميك ان احنا نختار لون سيراميك مناسب لمساحة الشقة. ما يبقى الشقة مثلا مساحتها ضيقة ونروح نختار فيها لون غامق، هيضيق الدنيا جدا. ده بالاضافه كمان ان احنا ناخد بالنا ان بلاش نجيب سيراميك اسود وسيراميك غامق قوي، لان السيراميك الغامق بيجير. بلاش سيراميك مط لانه برضو بيجير، ما بيبانش فيه نظافه خالص. نختار لون سيراميك يكون مناسب للشقه. كل ما تعملوا الالوان فواتح كل ما هيكون افضل، وكل ما هيبان هيدي زي اضاءه كده للشقه، وهيدي وسع، يعني هيدي احساس بالاتساع في الشقه. كل ما اخترتي الوان غامقه كل ما هيدي احساس بالضيق في الشقه، هيخلي الشقه ضيقه. ضروري كمان ناخد بالنا ان السيراميك ما يكونش خشن خالص، لازم السطح بتاع السيراميك يكون املس ويكون ناعم جدا، لان اي سيراميك خشن بيلم فيه اتساخات وبرضه ما بيبانش فيه اي نظافه خالص. طيب السيراميك فيه منه درجه اولى ودرجه تانية وفرز اول وفرز تاني وفرز تالت وهكذا. خليني اقول لكم ان احنا طبعا لو معانا فلوس فهنجيب كله درجه اولى، مفيش فيها كلام. طيب لو الموضوع مش سامح قوي والاسعار اصلا اليومين دول مخليه الناس كلها يعني زهقانه جدا من الاسعار والدنيا ضيقه قوي على الناس، فاحنا ممكن نعمل حاجه ذكيه جدا، وهي ان احنا نجيب الشقه كلها او السيراميك بتاع الشقه كله فرز تاني او فرز تالت حسب نوعيه السيراميك وحسب الديفوهات اللي فيه. بس ناخد بالنا ان الحمام والمطبخ او الحمام بالاخص لازم يكون فرز اول. ليه بقى؟ لان الشقه كده كده اغلبها هيتغطى بالسجاد والعفش بتاع الشقه وهكذا، فالسيراميك مش هيكون باين قوي يعني. حتى لو في ديفوهات كده بسيطه مش هتبان، هتكون اغلبها متغطيه. والصنايعيه لما بتجيب صنايعي كويس بيبقى عارف السيراميك اللي فيه ديفوهات بيتحط في حتت تكون يعني حتت مش باينه اصلا. هو بيبقى عارف ان هو هيحط السيراميك بتاعه ازاي. اما الحمام فالحمام كله ظاهر مفيش فيها اي حاجه متغطيه خالص، فلازم السيراميك بتاع الحمام يكون سيراميك فرز اول. المطبخ كمان يعني الموضوع يرجع لكم بقى. المطبخ برضو بيكون اغلبه متغطي، يعني الحيطان بتاعته تقريبا التلاجة والبوتاجاز والغسالة ومش عارفة ايه والوحدات بتاعة المطبخ نفسها. فالموضوع في المطبخ بقى نسبي بالنسبة لكم، هل عايزين تجيبوه فرز اول والمطبخ هيبقى كبير وهيبقى فعلا السيراميك بتاعه باين قوي، ولا المطبخ ضيق والاجهزة كده كده هتكون مش مبيناه. فالموضوع هنا يرجع لكم انتوا، بس اهم حاجة ناخد بالنا ان الحمام لازم يكون فرز اول. اما باقي الشقة فممكن نجيبها فرز تاني او تالت زي ما قلت لكم حسب الديفوهات. كده خلاص اتكلمنا عن السيراميك، فاضل بس الموضوع بتاع مقاس السيراميك والحاجات دي. اوعوا حد يروح يجيب سيراميك لوحده، لازم تكونوا جايبين سيراميك بعد ما استشرتوا صنايعي. يعني تجيبه هو يمطر الشقة، يعرف انت محتاج قد ايه، محتاج مثلا نوعيات ايه او ايه الافضل من وجهة نظره وايه الاحسن، وتاخد رأي واحد واثنين وثلاثة وبعد كده ننزل نجيب السيراميك. بلاش مثلا عشان انا عارفة مساحة شقتي 100 متر اروح نازلة جايبة 100 متر سيراميك او اروح جايبة 120 متر. الموضوع ما بتحسبش كده خالص، هما شغلهم هم ادرى بيه. الموضوع طبعا بيكون فيه فنيات وكده، فالافضل ان احنا نستشير حد قبل ما نروح نشتري. خلاص كده السيراميك، ندخل على الحاجه اللي بعد مستلزمات الكهرباء او تاسيس الكهرباء بقى. من اكتر الحاجات اللي بتفرق جدا في شكل الشقه هي توزيع اماكن الاضاءه في الشقه او تاسيس الكهرباء بتاع الشقه. خلي بالكم ان اللعب على موضوع توزيع الاضاءه في الشقه بيفرق جدا في شكل الشقه، في مساحه الشقه، بيفرق في شكل ان العفش يظهر ولا لا. فالموضوع بيكون مختلف تماما حسب لو احنا عملنا اضاءه كويسه ولا ما عملناش اضاءه كويسه، هل الاضاءه دي متوزعه بشكل صح ولا متوزعه بشكل مش كويس. فخدوا بالكم جدا من النقطه دي. فاحنا بنرسم الشقه كده نحاول برضو نوزع كده الاضاءات بتاعتنا، هنحط نجف ولا لا، هنحط كشافات ولا لا، هنحط ايه شكل الاضاءه اللي احنا هنعملها وهتتحط في اماكن ايه. الكلام ده يكون ضروري جدا ان احنا نعمله واحنا بنعمل رسم كروكي للشقه، وضروري برضو نستشير فيه كهربائي، هو برضو هيديكوا خبرته في الموضوع. اتنين، ضروري جدا ان احنا نأكد على الكهربائي اللي هيجي يأسس لنا كهرباء ان هو يعمل لنا فيش بشكل كافي في الشقة. واحنا برضو بنرسم الشقة كده نحدد احنا محتاجين فيش فين. نحدد مثلا المطبخ احنا هنحط فيه الأجهزة في المكان الفلاني، فلازم جنب كل جهاز يكون فيه فيشة عشان الموضوع يكون قريب ويكون الموضوع اسهل، بدل ما نستخدم بقى مشتركات وهكذا الموضوع ما بيكونش شكله كويس. فطالما كده كده بنأسس نزود فيش زيادة، الموضوع مش هيضر خالص، انما لو قليلة زي ما قلت لكم هيبقى فيه مشكلة. 3، واحنا بنعمل الفيش بتاعة الكهرباء كده نحاول ان احنا نخلي اغلب الفيش تكون عالية، بلاش تكون مستواها قريب من الارض، عشان ان شاء الله مستقبلا لما يكون في اطفال، الاطفال اكتر حاجة بتجذبهم هي الفيش بتاعة الكهرباء. فنخليها عالية ونخلي حاجات بسيطة بس اللي تكون تحت، انما الاغلب زي ما قلنا يكون عالي. 4، واحنا بنأسس الكهرباء كمان ضروري نأكد على الكهربائي ان هو يأسس لنا الكشافات طوارئ، بالاخص طبعا في الفترة اللي احنا فيها دي عشان تخفيف الاحمال. فنعمل كشافات طوارئ
وبالاخص في الحمام وفي المطبخ وفي اوضه من الاوض، يعني بحيث لو الكهرباء قطعت فاحنا هنقعد في الاوضه دي او هنقعد في المكان ده. شوفوا انتوا بتقعدوا في مكان فين، ولو مش هتقدروا تعملوا كشافات طوارئ في الشقه كلها، فعلى الاقل يكون في الحمام عشان لو الكهرباء قطعت وحد عايز يدخل الحمام، والمطبخ عشان لو بنعمل اكل والكهرباء قطعت، وكمان في اوضه او في المكان اللي احنا بنقعد فيه في الشقه كلنا هنتجمع فيه ويكون فيه كشاف للطوارئ. 5. يا ريت واحنا بنأسس الكهرباء نأسس للتكييف وللدش. الدش اللي هو سلك الدش، يعني بدل ما يبقى ماشي كده على الحيطه من بره يكون داخل من جوه الحيطه، فمش هيكون باين. طب التكييف يا وسام، انا اصلا مش هجيب تكييف. طيب مش هتخسروا حاجه لما تأسسوا للتكييف. تصدقوني مستقبلا الفكر بيتغير والظروف تتغير، ممكن دلوقتي الدنيا مزنقه شويه، بعد كده ربنا يكرم ويكون في فلوس وامكانيه ان احنا نجيب تكييف، فليه بعد كده نروح نكسر ونبوظ الدنيا ونعمل سلوك ماشي على الحيطه من بره وهكذا ويكون الشكل مش كويس؟ فاحنا ممكن نأسس للتكييف من الاول ومش هيكلفنا كتير خالص. 6. الوشوش بتاعة الكهرباء بقى ضروري جدا ان احنا نشتري وشوش كهرباء يكون فيها زي اللوك بتاع الاطفال، اللي هو يعني تيجي تدخلي الفيشه كده هي ما بتدخلش بسهوله، محتاجه حد كبير ان هو يقدر يزق الفيشه لجوه عشان ترضى تدخل جوه البريز. انا مش عارفه اسمها ايه، لو عارفين اسمها اكتبوا لنا في الكومنتات لان انا مش عارفه. كل اللي انا عارفاه ان هي الفيشه اللي فيها لوك للاطفال، اللي هو الاطفال ما يقدروش يستخدموها بسهوله. 7. وشوش الكهرباء بتاعة الحمام يا ريت تجيبوها ووتر بروف، بيكون شكلها زي الموجود عندكم في الصورة كده، معروفة جدا عند المحلات بتاعة مستلزمات الكهرباء. هتلاقوها وش كهرباء عادي بس ليه غطا عشان ما يوصلش اي مية خالص للفيشة. كمان من ورا بيكون فيها زي جوان او بيكون فيها زي كاوتشة كده بتدخل على الحيطة بتلزق في الحيطة، فما بتوصلش اي مية خالص ناحية الكهرباء، فلو عايزين نغسل الحيطة بتاعة الحمام او في اي مية وصلت ناحية الحيطة مش هنقلق خالص من موضوع الكهرباء. النصيحة الأخيرة في موضوع الكهرباء وهي إن احنا بلاش نجيب نجف ولا كشافات فيها تفاصيل كتير وحاجات داخلة وحاجات طالعة وحاجات كده كتير. الحاجات دي بتلم بعد كده تراب، تنظيفها بيكون صعب جدا، كمان ساعات بتتكسر عشان نضطر ان احنا نزنق ايدينا وهكذا او ندخل حاجة عشان ننضفها فبتبقى صعبة، ولو لم التراب بتأثر على الإضاءة بتاعتها بتبقى ضعيفة وشكلها كمان مش حلو. فلما نيجي نختار نجف او كشافات او اي حاجة يا ريت نجيب الحاجات البسيطة اللي ما فيهاش شغل كتير. كده كمان نكون خلصنا كلام عن الكهرباء، ندخل الحاجة اللي بعد كده وهي السباكة بتاعت الشقة. اول حاجه في توصيلات الميه او السباكه بتاعه الشقه، الافضل ان احنا نجيب شركه لكبس مواسير الميه، بلاش نعتمد على صنايعي. ليه؟ المواسير دي كلها بتكون في الحيطه، لو حصل فيها لا قدر الله اي تسريب هتضطر ان انت تكسر كل السيراميك بتاع الحمام تاني او بتاع الشقه كله تاني عشان تشيل المواسير اللي بتسرب دي وهكذا، وترجع تغير مواسير وتعمل سيراميك من الاول وجديد. فالافضل هنا ان احنا بنجيب شركه تكون مضمونه ومعروفه ان هي شركه كويسه لكبس مواسير الميه، شركه بتيجي تكبس المواسير وبتجربها وتتاكد ان مفيش اي تسريب خالص، كمان بتديكوا شهاده ضمان لو في اي مشكله بيكون على حساب الشركه. فدي يعني حاجه انا ممكن تكون اغلى فعلا من الصنايعيه بس اضمن وليها ضمان امان بالنسبه لي ان ما يكونش في اي تسريب ولا اي حاجه، وكمان عندهم ضمان لو في اي مشكله هم اللي هيتحملوا المشكله دي. 2. قبل ما نبدأ في تأسيس السباكة لازم نكون محددين نوع الخلاطات أو شكل الخلاطات اللي احنا عايزينها وشكل الطقم الصحي أو طقم الحمام اللي احنا عايزينه. الحاجتين دول لازم يكونوا متحددين من بدري قوي لأن بيختلفوا جدا في التأسيس بتاعهم. زي مثلا ممكن في المطبخ حد يكون عايز يعمل خلاط مطبخ او اللي هو الخلاط بتاع حوض المطبخ يكون اسمه شجرة، خلاط شجرة زي الموجود عندكم في الصورة كده، فده بيكون طالع من الرخامة، ده ليه تأسيس مختلف تماما عن الخلاط اللي بيكون طالع من الحيطة، فحاجة زي كده لازم نكون واخدين بالكم منها. حاجة كمان، في ناس مثلا بتفضل موضوع القعدة المعلقة، قعدة الحمام المعلقة، فالقعدة المعلقة دي بيكون السيفون بتاعها مدفون جوه الحيطة، فانت لو محددتيش كده من الاول والسباك ما اسسش كده من الاول مش هتقدري ان انت تجيبي طقم الحمام ده. فعشان كده بقول لكم في حاجات كده لازم تكونوا عارفينها من الاول وسائلين عليها من الاول قبل ما تبداوا ان انتوا تاسسوا اي حاجه خالص. 3. اختاروا انواع خلاطات كويسه عشان ما تصديش بعد كده. كمان ضروري نختار طقم حمام او طقم صحي كويس ويكون مناسب حجما وشكلا لمساحه الحمام ولاستخدامنا. بلاش تسترخصوا خالص في موضوع الخلاطات ولا موضوع الطقم الصحي بتاع الحمام عشان مش كل يوم هيتغيروا. 4. أسسوا لغسالة الأطباق يا جماعة، ممكن ناس متكونش مقتنعة بيها دلوقتي بس ممكن فكركم يتغير بعد كده، مش هنخسر حاجة خالص لو زودنا ماسورة وعملنا تأسيس لغسالة الأطباق، سواء كهرباء أو سباكة نأسس لها ونسيبها، والله استخدمناها ما استخدمناهاش هي مش هتضر خالص وهي موجودة. 5. اتأكدوا من عزل الأرضيات كويس قبل ما تعملوا السيراميك، عشان بعد كده الجيران اللي تحتكم لو جم اشتكوا ان في ميه بتسرب عندهم هتضطر ان انت تغير السيراميك وتكسر من الاول وجديد، فلازم تكون جايب سباك كويس يأسس لك ويظبط لك ويعزل لك الارض كويس قوي قبل ما مرحله السيراميك خالص. 6. اعملوا بلاعه للمطبخ، اعملوا بلاعه للبلكونات، اعملوا بلاعه للسطح لو انتوا دور اخير. بلاعه المطبخ مفيده جدا، المطبخ كل يوم بيحتاج ان هو يتمسح، فبدل بقى ما نستخدم موضوع الشرشوبه وكده الافضل والعملي اكتر ان الميه تتجر على طول على البلاعه.
البلكونات كمان ضروري يكون فيها بلاعة، بالاخص للناس اللي بيكون عندهم مطر كتير بيدخل جوه البلكونة، او للناس اللي البلكونات بتاعتها فيها اماكن فيها تراب كتير قوي. يعني مثلا الناس ساكنين في مكان هو اصلا البيئة بتاعته كلها تراب، فالبلكونة بتتراب كتير قوي، بتحتاج كل شوية تتمسح. فصعب ان احنا نعملها بشرشوبة او نشد المية او نجر المية بالمساحة لحد الحمام، الموضوع صعب. فنعمل فيها بلاعة افضل، او لو مفيش امكانيه ان احنا نعمل فيها بلاعه، فيعني اقل حاجه ان احنا نعمل فيها مزراب، هيسهل علينا جدا موضوع ان احنا نتخلص من الميه. كمان لو شقتكم في الدور الاخير فياريت تعملوا في السطح فوق بلاعه تصرف الميه بتاعه المطر كلها على البلاعه على طول، بدل ما تبوظ لكم السقف بتاع الشقه. طيب مفيش امكانيه برضو ان احنا نعمل بلاعه على السطح فوق، يبقى برضو نفس الكلام، ممكن نعمل مزراب، هيسهل علينا جدا موضوع تنظيف السطح والتخلص من الميه، او حتى التخلص من ميه المطر. كده كمان نكون خلصنا كلام عن موضوع السباكة، ندخل لآخر مرحلة وأهم مرحلة، وهي مرحلة الدهانات. أهم حاجة ناخد بالنا منها في موضوع الدهانات إن اختيار الدهانات لازم يكون شخصيا. ما ينفعش أقول مثلا للنقاش أنا عايز لون فانيلا لاتيه واسيبه وامشي واعتمد ان هو هيجيب الفانيلا لاتيه. خلي بالكم ان كل لون فيه منه كذا درجة، وخلي بالكم ان الاذواق ومسميات الالوان بتختلف من واحد لواحد. يعني تلاقي ناس بتقول روز، فوشيا، بنفسجي، مش عارفه ايه، الوان كده غريبه، يعني ممكن يكون نفس اللون وكل واحد بيسميه اسم مختلف. فما تضمنش النقاش او الحد اللي هيدهن لك الشقه ده هو يعني بيسمي اللون ده ايه، او هو شايف اللون ده درجته ايه. فلازم اختيار الدهانات لازم نكون مختارينه شخصيا. 2. خلي بالكم ان اختيار الالوان برضو لازم يكون على حسب مساحه الشقه. مش معنى ان انا بحب مثلا لون الجراي والشقه بتاعتي صغيره اروح مختاره لون جراي واروح دهنه الشقه جراي، هيضيق الشقه جدا. احنا هنختار اللون بتاع الشقه على اساس المساحه بتاعه الشقه، كل ما نعمل لون فاتح كل ما هيدي وسع اكتر للشقه. 3. اختاروا انواع دهانات كويسه تكون قابله للغسيل. في بعض الانواع بتكون عامله زي الجير كده، تدهنوها وبعدين الدهان يجي يتوسخ فتيجي تمسحيها بقماشه كده تلاقي الدهان طلع في القماشه. فبعيدوا خالص عن الانواع دي، بعد كده هتبوظ ومش هتبقى عمليه خالص في الاستخدام. فلازم تختاروا نوع دهان كويس جدا. معلش كل الحاجات الخاصه بتشطيبات الشقه لانها حاجات معمره فلازم نستنضف فيها جدا، لازم نجيب فيها ماركات كويسه وحاجات تعيش حتى لو غاليه. بس ما ينفعش نسترخص فيها وبعدين نضطر ان احنا نعمل من اول وجديد تاني، مش كل يوم ابدا هتشطبوا الشقه. 4. هاتوا الدهانات النص لمعة، بلاش دهانات مط لانها بتبصم، وبلاش الدهانات اللمعة قوي لان موضتها ادمت وما بقتش شكلها حلو. فالنص لمعة بتبقى حاجة كده شيك، ولا هي مط ولا حاجة بتلمع قوي. 5. خلاص بقى اخترنا اللون وعملنا حسب المساحة واشترينا نوع كويس وهكذا، لازم بقى نحضر شخصيا تجربة الدهان على الحيطة. لازم اليوم اللي النقاش هيدي فيه وش للحيطة اللي هو الوش النهائي للحيطة لازم نكون حاضرين. ليه؟ عشان نشوف لو في اي اختلاف في درجة اللون، حاجة مش عجبانا او كده، نقدر نغمق، نقدر نفتح، نقدر نتحكم في الموضوع من البداية. ما نجيش بعد ما النقاش يخلص الشقة كلها ونتفاجئ ان مش دي درجة اللون اللي احنا كنا عايزينها. فلازم نحضر تيست كده للدهان على الحيطة. وخلي بالكم ان اكتر شكوى بتيجي من الدهانات يقولك انا قلت للنقاش اعمل لي لون كذا وعمل لون تاني، عشان هو كل واحد وجهة نظره مختلفة وتسميته للون مختلفة وذوقه مختلف، فهو شايف ان اللون اللي انت قلته هو ده، بس انا شايفة ان لونه مختلف، بالذات في موضوع البنات. احنا كبنات بنشوف الالوان بستاج واكوا ومش عارفه وايه والوان كده كتير ودرجات بتفرق معانا درجه اللون حاجه بسيطه جدا، انما الولاد هم عندهم الالوان الاساسيه احمر اخضر ازرق اسود كده، مفيش حاجات وسط. فالافضل ان احنا نكون حاضرين تجربه للدهان. نقطه اخيره بقى حابه الفت نظركم ليها، والنقطه هنا مخصصه للعرسان مش للبنات، وهو انك لو لسه مش خاطب يا ريت تسيب الشقه بدون الوش الاخير بتاع النقاشه. خلي العروسه لما تيجي هي اللي تختار اللون اللي هي عايزاه. الموضوع ده بيفرق معانا جدا كبنات، تحس كده ان انت خدت رايها وان هي اشتركت في كل حاجه معاك وان هي عامله كل حاجه في شقتها على ذوقها، فالموضوع فعلا بيفرق جدا. وبس كده، دي كانت كل الحاجات اللي حابه اتكلم معاكم فيها النهارده بخصوص التشطيبات. لو عندكم اي نصايح تانية او وقعتوا في اي اخطاء تانية وانتوا بتشطبوا شقتكم يا ريت تكتبوها في الكومنتات عشان الناس كلها تستفيد منها. وكالعاده ما تنسوش تقولوا لي رايكم في فيديو النهارده، سواء بعجبكم فتعملوا لي لايك وتقولوا لي في كومنت عجبكم ليه، ولو ما عجبكوش كمان اعملوا لنا ديسلايك وقولوا لنا في كومنت ما عجبكوش ليه عشان ناخد بالنا من الاخطاء دي في المرات الجايه. واخيرا لو طبقتوا النصايح دي وافادتكم وقت تشطيب الشقه بتاعتكم يا ريت ما تنسوناش بدعوه حلوه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.